السلام عليكم، مرحبا بكم إخوتي في هذا الفيديو الجديد. اليوم الموضوع تاعنا هو مبلغ رأس المال لفتح محل تجاري. هو أولا لقنا محل يكون صغير شوية، محل صغير باش نعمروه، باش بالخف يتعمر. تقدر تعمره مثال ب20 مليون. هذه في الأول تبدأ بمحل صغير أفضل من تبدأ بمحل كبير. دير التجربة وتتعلم. تبدأ برأس مال صغير باش ما توقعش في الخسارة. إلا بديت برأس مال كبير غادي توقع في الخسارة. غادي الأولى ما تعرفش شي الحاجة اللي تمشي وشي الحاجة اللي ما تمشيش. الأول تبدأ تشري كيما نقولو 5 سكر، 5 فرينة، تشري قهوة 2، تشري الزيت 4 كيما هاك. وانت تبدأ تعرف شي الحاجة اللي راهي تمشي لك. غادي الأولى إلا كترت السلعة وكبرت رأس المال غادي توقع في الخسارة. غادي السلعة تقعد لك وتسبيريما وتبور لك. وبهذاك الراس تاع 20 مليون رأس المال غادي تبدا يكبر رأس المال. تبدا تخدم ولا لقلك ما تديش من الحانوت. لقلك ما تديش، ما تاخدش السلعة بالحانوت ولا تصرف منهم المال. ومين تدي حاجة من الحانوت نقدر ورقة تماركي فيها كريدي تاعك. مثال صرفت حاجة اكتبها في ورقة باش تدير حسابك في الشهر. وهي الحاجة المليحة كما نقولوا حنا 6 شهور الأولى ما تديش من الحانوت. مين تفوت هذيك 6 شهور احسب راس المال تاعك وتعرف روحك شعرك شعر ربحت في 6 شهور. بهذه الطريقة غادي تشوف باللي الحانوت تاعك راه يتعمر وراك تصيب الزيادة في الدراهم. وغادي تولي تزيد ماركات واحد اخرين، تزيد سلعة واحدة اخرى، يبدا التجارة تاعك تكبر. ومين تكبر التجارة تاعك راس المال تاعك يكبر قادر تكبر الحانوت. والحاجة اللي يسقسوك عليها السلعة ماركيها في ورقة والخطرة الجاية جيبها. والواحد من يبغي يشري السلعة يشري السلعة اللي ماركتها باينة اللي مشهورة، ماشي السلعة جديدة اللي ماركة عمرها ما سمعوها الناس خاطش ما يشروهاش. الناس يشرو السلعة اللي باينة مشهورة في الأسواق. وخاوتي تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.